موضوع النهاردة موضوع غريب عن بقية الفيديوهات اللي أنا عملتها قبل كده. موضوع النهاردة بيتكلم عن حاجات الشباب بتمر بيها في فترة معينة. احنا كشباب بنمر يوميا، اللي هو شغال ولا في كليته ولا اللي بيدرس ولا في مواصلاته، بيمر يوميا اللي احنا بنتعامل مع بنات. ولما تبدأ البنات دي بتتعامل معانا بمنتهى الأدب والأخلاق، وبتتعامل معانا بمنتهى الطيبة بمعنى صح. احنا كشباب اللي لسه طالعين في حياتنا ولسه بنبتدي ولسه بنقول بسم الله، بنبدأ ناخد فكرة شوية عن البنت دي اللي بتتعامل معانا بأخلاق طيبة. ان البنت دي هي اللي هتكون زوجتي في المستقبل. البنت دي ان انا بحبها وهي معجبة بيا وانا معجب بيها. البنت دي بتتعامل معايا بطريقة جميلة، فهي معنى كده ان هي معجبة بيا وانا معجب بيها. طب هي هتبقى زوجتي في المستقبل، هي دي اللي هتبقى ام العيال، هي دي ان انا اعيش معاها قصة حب، هي دي ان انا ابدا اخد بقى خطوات واحدة واحدة من تحت لتحت علشان ابدا بقى اعمل معاها علاقة عاطفية واخش في قصة حب وهكذا. عايز اقولك على حاجة، مش معنى ان البنت بتتعامل معاك باخلاق طيبة ولا بتتعامل معاك بمنتهى الطيبة ومنتهى الصدق وبتتعامل معاك بما يرضي الله ان هي مثلا معجبة بيك او ان هي مثلا بتحبك. لا، ممكن بتتعامل معاك كأنك انت مثلا زميلها في الشغل، بره عن الشغل هي ما تعرفكش. او ممكن بتتعامل معاك علشان مثلا انت بتضحكها، فهي بتتعامل معاك علشان انت بتضحكها فبتهزر معاها فبتخرجها من المود الوحش اللي هي فيه. او ممكن بتتعامل معاك علشان عاوزة منك مصلحة. او ممكن بتتعامل معاك علشان اي غرض تاني. او ممكن بتتعامل معاك فعلا علشان هي معجبة بيك. كل الاحتمالات واردة، بس احنا كشباب بنبدأ نحط الاحتمال الاول والاخير ان البنت دي معجبة بينا. عاوز بس افهمك على حاجه. تعالى نفترض ان البنت دي معجبه بيك وانت معجب بيها، تمام، وانتوا الاتنين خلاص نفس المشاعر الموجوده عندك والموجوده عندها واحده، يعني خلاص. وانت لقيت قلبك وعقلك متفقين عليها، مع انه في الزمن بتاعنا ده نادر جدا لما تلاقي قلبك وعقلك بيتفقوا على شخص واحد، نادر جدا. بس تعالى نفترض المثال لاخره، قلبك وعقلك متفقين عليها وانت بتحبها وهي بتحبك وخلاص بتموتوا في بعض، وانت يا سيدي جيبك فاضي، يعني بمعنى صح مش جاهز بانك انت تاخد خطوة الجواز او بانك انت تخش البيت من بابه وتطلب ايديها. مش جاهز لدي، فانت هيبقى قدامك حل من حلين. الحل الاول وهو الوحش اصلا، بانك انت خلاص كل واحد بقى يروح يشوف سكته، هي تروح تشوف حد تاني جاهز وانت تروح تشوف بقى واحدة تاني لما تكون جاهز. ده الحل الاول. الحل التاني بانك انت تقول لها يا بنت الناس استنيني سنة سنتين عقبال ما اكون نفسي، ولما اكون نفسي اجي اطلبك من ابوكي واطلب ايدك. تمام. هتقول لك ماشي في البداية والكلام الحلو ده كله. بعد كده الانسان اصلا بطبيعته وفطرته بان هو بيختار الاحسن ليه، بان هو بيختار اللي بيضمن مستقبله. هي هي هتستناك سنة سنتين تلاتة اربعة خمسة، بعد 5 6 شهور هتلاقي بيتقدم لها واحد واثنين وعشرة ومية، اللي احسن منك واللي اقل منك، اللي اغنى منك والافقر منك، اللي في الشكل احلى واوحش منك، اللي في اللبس اشيك واقذر منك. يعني هيتقدم ليها اللي قليل واللي اعلى منك. فهي هتبدا تختار اللي يضمن لها مستقبلها وهتبدا تنساك. وانت بقى ساعتها هتبدا تقول ان هي خاينه، ان هي سابتني، ان هي مش قد الوعد، ان هي كذا وان هي كذا وان هي كسرتني، وتبدا تخش في حزن واكتئاب وتنسى حياتك وتنسى مستقبلك وتعيش ايام سودة عمرك ما هتعيشها، يعني ايام صعبه جدا. وبعد كده تقول ان هي خاينه وان هي ظلمتني وان هي كذا وكذا وكذا، مع ان اصلا في البدايه انت اللي كسرت نفسك، وانت اللي حطيت نفسك في الايام السوداء دي، وانت اللي تعبت نفسك بنفسك. انت اللي جبت السم وحطيته في الاكل وكلت الاكل. ليه؟ علشان انت دخلت في علاقه عاطفيه ودخلت في قصه حب وانت جيبك فاضي. يعني انت مش جاهز. ليه تخش في حاجه وانت مش جاهز ليها؟ استنى لما تكون جاهز ليها وخش ابدا. يعني انت جيبك فاضي ومش جاهز لاي خطوه في الحاجات دي. تخش ليه انت تكسر قلبك بنفسك؟ ليه انت تخلي نفسك تعيش في ايام وحشه؟ ليه الايام دي تأثر عليك وتضيع من وقتك وتضيع من عمرك على حاجات وحشة؟ ليه؟ وغير كده
لما تكون انت جاهز وجيبك مليان، اعمل وابدأ خد خطوات في قصة الحب، وابدأ ابني علاقات زي ما انت عاوز. هتقول لي انا انسان ومحتاج ان انا اعيش، ومحتاج ان انا اعيش قصة حب زي ما بشوف في السينما وزي ما اشوف كذا وكذا وكذا. اقول لك ماشي، اعمل اللي انت عاوزه، بس لما يكون جيبك مليان. اديك شايف الزمن بتاعنا كل حاجة بقت بفلوس، يعني اكلك شربك بفلوس، قيمتك ما بين الناس بفلوس، شغلك، حالتك المادية، حالتك الاجتماعية، كله بفلوس. لما تروح تتقدم لواحدة بفلوس، كذا كذا بفلوس. مفيش حاجة مش بفلوس. في حاجات مش بفلوس، وبفلوس الدنيا والآخرة مش هتجيبها، بس 90% من حياتنا ومن الموارد اللي احنا بنستخدمها في يومنا بفلوس. فانت لازم أن يكون جيبك مليان قبل ما تبدأ تخش في علاقة حب وقصة حب. ولما تيجي يبقى جيبك مليان، اعمل بما يرضي الله. يعني انا مش جيبي مليان اروح بقى ان انا اكلم في دي ودي 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 واضيع بنات الناس والعب ببنات الناس، ولا ازني، ولا اروح كباريه، ولا اعمل كذا ولا كذا وكذا واضيع. لا، مش معنى ان ربنا كرمك بانك انت تضيع. انت لما ربك يشوفك وانت خلاص انا كرمتك ورزقتك باللي انت عاوزه وانت ضعت، فبالتالي يعني الاحصائيات بتقول انك خلاص الرزق ده هيتسحب منك. والله اعلم، حاشا لله، الله يرزق يعني الله يرزق من حيث لا نعلم، دي حاجة، والله يرزق لمن يشاء. فبس الاحصائيات بتقول ان ربنا رزقك برزق وانت ضعت، فبالتالي الرزق ده هيروح من ايدك. فانت مش معنى ان خلاص ربنا رزقك بانك انت تبدأ تلعب ببنات الناس، وبانك انت تبدأ تفتري، بانك انت تبدأ تضيع. لا، حب وعيش قصة حب، وابدأ خش في علاقة عاطفية وقصة حب وزي ما انت عاوز، وعيش حياتك بس بما يرضي الله. خلاصة الكلام علشان ما اطولش عليك اكتر من كده، 3 حاجات. 1، ما تخشش في علاقات عاطفية وما تعيش قصة حب وانت جيبك مش مليان. دي 1. 2، مش معنى ان البنت بتتعامل معاك ولا البنات اللي بيتعاملوا معاك في يوميا في شغلك، في دراستك، في كليتك، في مواصلاتك، في اي مكان عامة، بيتعاملوا معاك بمنتهى الاخلاق وبمنتهى الادب والطيبة، بان هم مثلا معجبين بيك او ان هم بيحبوك او ان هم كذا وكذا وكذا. لا، ممكن بيتعاملوا معاك بغرض نية تاني. 3، لما يجي ربنا يكرمك ويرزقك، اعمل بما يرضي الله علشان الرزق ده يفضل موجود معاك لحد اخر نفس ليك، علشان ربنا ما يسحبش منك الرزق.